السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الروتين ده كان روتين يوم الجمعة. قلت اعمل معاكم روتين كده سهل وبسيط، وان شاء الله كده يكون خفيف كده على قلوبكم. كان عندي بطاية، دي البطاية اللي فاضلة عندي من التربية اللي انا مربياها. قلت نذبحها كده ونعمل عليها غدا، لان يوم الجمعة كان كله قاعد في البيت. قبل ما نذبح طبعا البطايه حطيت كده مجور فيه شويه ميه. البط حبايبي بيبقى عايز ميه مغليه عشان تعرفي كده تقلبي البطايه كده والريش كده يطلع معاكي بكل سهوله، لكن الفراخ بتبقى عايزه الميه بارده شويه. مره بقى باذن الله لما نذبح كده تربيه الفراخ اللي عندنا ننضفها معاكم. بعد كده ما قلبتها كده لمده كده دقيقتين كده في الميه، مسكتها بقى بدات كده ان انا اشطفها كده بميه ساقعه من الحنفيه، ومسكتها كده نضفتها. البط ده يا حبايبي كان بط اللي انا كنت بذبح منه في رمضان، دي اخر بطايه فاضله معايا. البط اصلا جسمه ماسح خالص وجميل، مفهوش بقى اللي هو ايه الريش الصغير اللي هو بيحير في التنظيف ده. شايفين بتتنضف معايا بكل سهوله. لكن البط لما يكون صغير لما تيجي تنضفيه بقى بيبقى فيه كده ريش صغير جدا وبيدوخ خالص في التنظيف. لكن البطية بتاعتي كانت عمرها كبير مش صغير، عشان كده كده جسمها كده ايه نضيف كده زي ما انتوا شايفين. ما خدتش معايا 5 دقايق في التنظيف. الوقت ده كنت الصبح بدري، انا كده يوم الجمعة بحب اصحى كده من الساعة 8 الصبح. اول حاجة عملتها طلعت كده دبحت البطاية وكان كله نايم. قلت كده نذبحها كده وننضفها ونمسكها كده ننقعها في مية ساقعة وليمون. انا لما بحب حبايبي لما يبقى عندي كده طيور في البيت، لما اجي اغسلها بغسلها كده بمية وليمون بس، ما بحطش عليها بقى ولا خل ولا الكلام ده كله. عايزه اقول لكم اليوم ده انا منضفه البطه ومسكنا الشقه روقناها وسيقناها انا والبنات. وكنا الساعه كام؟ الساعه 10:30 خلصت كل حاجه، وكنا محضرين الفطار ومولعين البخور بتاعنا. انا كده بحب اصحى يوم الجمعة ده، بحب اصحى بدري، بحب يوم الجمعة قوي. بحس كده ان هو يوم عيد ويوم جميل، واليوم ده اصلا بيعدي بسرعة. مسكت بقى البطاية كده فتحتها وغسلت كده قلبها كويس جدا. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي البطاية كده نظيفة وزي الشمعة. وعصرت كده عليها ليمون، ونحط بقى عليها شوية مية ونسيبها كده تتنقع كده في المية وليمون كده ساعتين 3 على ما نجهز الغدا بتاعنا. بعد ما خلصت بقى البطاية صحيت البنات بقى من النوم. قمت كده قلت بقى نغير كده فرش السراير. لميت بقى كده فرش السرير وبدأت كده ان انا اشفط كده المرتبة كده بالمكنسة. وغيرت كده ملاية السرير يا حبايبي. انا بحب كده كل 3 ايام بغير فرش السراير كله، سريري وسرير البنات. لكن ما بغيبش الفرش عامة عن 3 ايام. وكده خلصت اوضتي كده زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلصت كده السرير مسكت بقى السراحة. انا السراحة بشيلها كده كل اسبوع، بشيل كل اللي عليها وبنفض المفرش، وبقيت الاسبوع بقى بمسح بس الازاز كده زي ما انتوا شايفين. واللحاف طلعته كده في البلكونة. بعد كده بقى مسكت كده شفطت كده المشاية. وطبعا بعد ما شفطت لميت بقى فرش الشقة كله والبنات سيقوا. يوم الجمعة حبايبي البنات بيسيقوا معايا وبيخلصوا معايا بصراحة الشقة بسرعة. بعد ما خلصت كده اوضتي دخلت كده على اوضة البنات، شلت برضو فرش سراير البنات وغيرتها. عامة بعد ما بتروقي كده الشقة بتحسي كده ان انت كده ايه مبسوطة كده ومرتاحة نفسيا. بعد كده بقى قلت نجهز الغدا. طبعا في الوقت ده احنا كنا فطرنا وغسلت مواعين الفطار كمان، والشقة كانت اتفرشت. بعد البنات ما سيقوا كده سابوا كده البلاط ينشف، وبعد ما نشف مسكوا بقى السجاد كله فرشوه. هنا بقى قشرت البطاطس، وكنت ناسيه ان انا ملايات السرير كلها كنت لماها. كنت لما فرش سريري معاكم ولميت فرش سرير البنات.
دخلتهم كده الغسالة كده، قلت بقى ايه نغسلهم كده جنب الاكل، يكون كده الغسيل خلاص معايا. حطيت شوية برسيل جل كده على الملايات، وشغلت لهم بقى غسيل سريع. بعد كده بقى دخلت المطبخ نكمل صينية البطاطس. نقطع كده شرايح كده بالشكل ده، ولا هي تخينة ولا هي رقيقة. قلت كده جنب البطاية نعمل لهم كده صينية بطاطس. عايزة اقول لكم ان الاكل ده قعد معايا يومين مش يوم واحد. قلت نعمل صينية بطاطس كده كبيرة مش صغيرة، بدل ما نعمل اكل بكرة، لا لو اتبقى معايا اي اكل بنقضي بيه بقى تاني يوم. وهنا بقى معايا كده قشرت كام بصلاية، ومعايا طماطم. خرطت هنا الثلاث بصلات كبار. الثلاث بصلات دول يا حبايبي انا مش هحطهم كلهم كده على صينية البطاطس. تابعوا كده معايا كده الفيديو للاخر عشان تعرفوا انا عملت ايه. قطعت كده البصل كده حلقات رقيقة كده بالشكل ده. وبعد كده ننزل بقى بمعلقتين كده من الفلفل. البصل ده هناخد منه شوية للشوربة. جبت كده طبق صغير، نزلت كده بالملح، وبعد كده ننزل بالفلفل. ننزل كده بمعلقتين كده صغيرين كده من الفلفل، ونقلبهم كده مع بعض كده كويس جدا. بعد كده بقى شلت كده قيمة بصلاية كبيرة كده في الطبق كده زي ما انتوا شايفين. يعني انا كنت مخرطة 3 بصلات، خدت 2 بس للبطاطس وواحدة خدتها للبطاية. بعد كده بقى نزلت عليهم كده بمعلقة صغيرة كده من ال7 بهارات على صينية البطاطس. ونقلب بقى البطاطس كده مع البصل مع البهارات. البهارات دي يا حبايبي لو انا كنت مخرطة بصل بس للبطاطس كنت حطيت البهارات من الاول خالص على البصل. بعد كده بقى خرطت كده 3 قرون فلفل. الفلفل ده فلفل حامي. عايزه اقول لكم بقى الفلفل الحامي بيخلي كده طعم صينيه البطاطس كده سبايسي كده وزي العسل. ضربت هنا بقى كيلو الا ربع كده من الطماطم. انا كنت عامله صينيه البطاطس دي يا حبايبي يعني قيمه كده كيلو ونص. قشرت كده 5 فصوص كده من الثوم، حطيتهم كده على الطماطم. جربي كده تضربي كده الثوم كده مع الطماطم لصينيه البطاطس يا حبايبي. عايزه اقول لكم بتخلي صينيه البطاطس ريحتها قلبه البيت كله. نزلت كده بعصير الطماطم، وبعد كده بقى ننزل بقى على الوش كده بشوية كده من الزيت. وكده خلصنا صينية البطاطس. بعد كده بقى البطاية بتاعتنا طبعا مسكتها، صفيت المية اللي عليها وشطفتها كمان شطفة كده حلوة. ومسكت البصلاية دعكت بيها كده قلب البطة كده زي ما انتوا شايفين. وهنا المية بدأت ان هي تغلي. ننزل بالبطاية. كنت مقشره بقى كام بصلايه كده صغيره. عايزه اقول لكم ان البصل ده لما تسلقيه كده مع البط وتحمريه طعمه بيبقى تحفه. وهنا بقى نزلت كده بطماطمتين وبقيه البصلايه اللي انا كنت ماسكاها مخرطاها، وحط عليها فلفل اسود. بعد كده نزلت بقى بكام وحديه كده من الكبيبه، ومعلقه كده من الفلفل. وبعد كده ننزل بالملح. وهنا معايا كده 5 وحدات كده من الحبهان. وبعد كده نزلت كده ب4 وحدات كده من المستكة. يا سلام بقى لو عندك ورق لوري كده وتحطيه على الشوربة بيخلي ريحتها جميلة، بس انا صراحة ما كانش عندي عشان كده ما حطيتش. نغطي على الشوربة، واول كده الشوربة ما تبدأ ان هي تغلي معانا نوطي عليها النار، ونسيب البطاية كده تستوي براحتها خالص. غسلت الرز حبايبي وجبت كده الطاجن. انا هنعمل هنا طاجن كبير رز معمر وطاجن صغير زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة تسيبي كده تلت الطاجن بتاعك يكون فاضي من فوق عشان الرز يستوي براحته خالص.
جربي بقى الرز المعمر على طريقتي، مش هتندمي خالص. عايزه اقول لكم احلى رز معمر. بعد كده بقى معايا هنا اللبن. انا بعمل الرز على طول يا حبايبي بلبن بقري، عايزه اقول لكم بيطلع معايا تحفه. نزلت كده بال2 كيلو لبن كده في الطواجن، وبعد كده بقى جبت شويه ميه كده في الحله وننزل بالملح. اهم حاجه تدوبي الملح بتاعك كويس جدا، وبعد كده ننزل كده بالميه كده نوزعها كده على الطواجن، ودوقي بقى الحدق بتاعك وشوفيه. لو محتاج ملح خدي كده شويه لبن مع شويه ميه، وقلبي معاهم كده معلقه ملح، وانزلي كده بيهم كده على الرز. اهم حاجه تظبطي كده الملح بتاعك على الرز. بعد كده بقى ولعت عين البوتاجاز كده على البطاطس، ونديها كده غلوتين على البوتاجاز، وبعد كده ناخدها وندخلها الفرن. والبطايه حبايبي كانت خلاص كده داخله على سوا. هنا بقى دخلت صينيه البطاطس كده الفرن، وهنا البطه كانت استوت معايا. بعد ما استوت سبتها كده نص ساعه كده في الشوربه، وبعد كده بقى طلعتها عشان نحمرها مع بعض. عايزه اقول لكم بقى البط متحمر في الفرن حاجه تانية خالص، احسن ما تحمريه كده في الزيت على البوتاجاز. لا جربي كده تحمري كده البط بتاعك كده في الفرن. نزلت هنا بمعلقه سمنه فلاحي كده على وش كده البطايه، دهنت كده جلد البط كله كده بالسمنه كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى عصرت عليه كده ليمونه، ورشيت كده رشه من الملح ورشه كده من الفلفل. شايفين يا حبايبي ده الرز المعمر اللي انا عاملاه معاكم؟ شايفين بقى الجمال؟ حاجه فاخر كده من الاخر. وطبعا رز معمر يعني سمنه فلاحي، نزق الرز بتاعنا كده بالسمنه الفلاحي، ولو عندك زبده بقى حطيها، اللي المتاح عندك اعملي بيه، ما تقفيش كده على حاجه معينه. بعد بقى ما زقيت الرز كده ندخل البطايه الفرن. انا هنا مولعه كده الجناب بس ومطفيه الفرن من تحت. عايزه اقول لكم بقى الفرن ده بيخلي كده البط كده متحمر تحميره من الاخر. كل ما جنب كده يتحمر بدير كده على الجنب التاني. ما تقوليش بقى انت شويه البطيه دي في الفرن، يا سلام حاجه كده من الاخر. وكده بقى حمرنا كده البطايه، وطلعت كده صينيه البطاطس من الفرن، وعملت بقى طبق سلطه كده جنب الاكل. والرز حبايبي، ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ وشويه شوربه بقى حاجه فاخر كده من الاخر. وده كان الروتين بتاعنا بتاع النهارده. يا رب الفيديو كده يكون خفيف ولطيف كده على قلوبكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.